كنت في 5 ابتدائي او 6. هي اللي كانت مصره. كنت في 5 ابتدائي او 6 وفي امتحان العربي السؤال هو من الذي يزرع الارض؟ فانا كتبت المصنع بدل الفلاح. ها 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 ها. رقم تليفونها. معاك تسنيم. ملاحظه انا دلوقتي ستاف. يعني ايه؟ المفروض ما كنتش اقول ملاحظه. انا غبي، انا اسف. خدي نفسك واتكلمي. هتفضلي تضحكي. طب وبعدين؟ انا دلوقتي ستاف في الجامعه. يا نهار اسود. بتعلمي الناس. من الذي المصنع؟ انت دلوقتي مدرسه ان شاء الله. في الجامعه ولا في المدرسه؟ في الجامعه. يا لاوي. طب تقدري تقولي كليه مجال ايه؟ بلاش كليه ايه. تجاره. من الذي عليه الدين؟ الدائن. ورب يدفع ويدفع تاني عشان غلطان غلط. انا في فتره في حياتي كنت بشتغل مع مدرس انجلش اسيستنت. فاذكر يعني كان في قصه في الانجليش اسمها سبايدر او جولدن حاجه. ده جولدن ماسك. هي دي اللي كان فيها وفاء. فكان في سؤال اسمه كوتيشن اللي هو بيجيبوا جمله who said that to who. فاكرين القصه دي؟ فكان في سؤال بيقول where did ليلى put the golden rabbit؟ فواحد كتب لنا in the وفاء. والله اجابه تقشعر لها الابدان. in the. تعالي يا وفاء خدي كل ده. فمن كتر ما احنا كاسيستنت يعني انفعلنا، فواحد صاحبنا اللي بيساعد معانا راح قال عليا النعمه ما هسيبه. مش هينجو في فعلته دي. راح طالع المستر بقى بيشرح. والله بجد الحصه دي كانت في الشيخ زايد. كنا بندي دروس انجلش في جامع. المهم ما علينا. فراح داخل قال هو طبعا انا هقول مين الحيوان. هو ما قالش الحيوان بس تخيلوا في طلبه قاعدين مدرس. هو دخل قال مين اللي كذا ده؟ قال مين الحيوان اللي كاتب انزا وفاء؟ فالواد قام يتكرم راح قام قال انا.